فالنبوة عقلا ممكنة. واحد يقول لي ما اهتمش كثير بالعقل ومش دارس فلسفة عقلية، أنا رجل علم، أحب العلم، مغرم بالعلم، مغرم بالعلم. ماذا؟ العلم يقول النبوة ممكنة، النبوة ممكنة علميا، المنطق العلمي النبوة ممكنة. كيف؟ كيف جواب هذا السؤال؟ هذا وصل أيها الإخوة أو صلة لخطبة الجمعة السابقة، لأنه يعني بعض الناس تساءل. أنت حدثنا إيه عن البسي، علم البسي هذا طبعا اللفظ اليوناني. الآخرون خلص اصطلحوا يقولوا ساي، ساي يقولوا ساي، ما عندناش مشكلة يعني، وسايولوجي علم الساي ما في مشكلة، لكن لفظ الحقيقي هو بسي. علم البسي أو علم الساي أو السيولوجي، إيش دخل هذا بالنبوة؟ له دخل كبير، له دخل كبير، وأنا تحدثت عن هذا لأنه إيه أردت أن أربط بين هذا الحقل من إيه من حقول العلوم وبين ظاهرة النبوة. إمكان النبوة غير مستحيلة علميا، طبعا عقليا قطعا غير مستحيلة، لكن علميا غير مستحيلة، ممكنة بطريقة أو بأخرى. ليه؟ بعض الناس إخواني وأخواتي ممن يشككون في النبوات يأتي لكي يقول، يورد هذا التساؤل، يقول طيب أنتم في الأديان التوحيدية يهود نصارى مسلمون تتحدثوا عن إله شخصي يتواصل مع الأنبياء عبر واسطة اسمها ملاك إيه؟ ملاك الوحي، جبريل مثلا، عند المسلمين اسمه إيه؟ جبريل عليه السلام. تمام؟ إيه هذا صحيح نؤمن به وينطق به الكتاب. إيه قال لك هذا مستحيل علميا. مستحيل علميا إيش دخل كيف؟ ليه مستحيل علميا؟ قال لك لأنه الآن الكون كما إيه نعلم، وقد يكون الكون الذي ندرسه هو فقط حدود السماء الدنيا، حدود السماء الدنيا، وقد يكون غير ذلك. على كل حال هذا نصف قطره يا إخواني، مختلف فيه الآن. بعضهم يقول 27 مليار سنة ضوئية، نصف القطر 27 مليار سنة، يعني الضوء يقطعه في 27 مليار سنة. وبعضهم يقول أقل، بعضهم يقول أكثر. خلينا نقول إيه في الحدود مثلا 20 مليار، نصف القطر. طيب ما المشكلة؟ قال لك عشان جبريل لو افترضنا الكون كله، الكون كله، سقف هذا الكون المحسوس هو إيه؟ هذا الكون الذي يدرسه علم الكونيات وعلم الكون الكوزمولوجي. معنى ذلك علشان جبريل يأتي من خارج هذا الكون المحسوس بده 20 مليار سنة. لأنه جبريل مش حيقدر يكون أسرع من الضوء، وهو ضوء، هو ملك، والملائكة خلقت من نور، يعني سرعته حتكون سرعة إيه؟ سرعة الضوء، هكذا هم يفترضون. بقى 20 مليار سنة. يأتي واحد طبعا درس شوي في الفيزياء وشوي في النسبية وفاهم ومش فاهم، يقول لك لا هذه سهلة، أينشتاين حلها. لأنه زمان هذا الجسم المتحرك بسرعة الضوء أو قريب من سرعة الضوء حيتباطأ كثيرا جدا جدا، وإذا تحرك فعلا بسرعة الضوء وهذا مستحيل طبعا في النسبية، فالزمان حيتوقف تماما. الزمان حيتوقف إيه؟ تماما. ومش حنبررها، معروف كيف تبريرها إيه في النسبية العامة. معنى ذلك أنه جبريل لا حيقطع هذا كله في لا زمن. يجاوبك الملحد أو يقول لك المشكلة ليست في جبريل، المشكلة في محمد، هو كوكب محمد. جبريل أيوة حيروح ويجي في صفر زمن، بس حيكون مر على الأرض 20 مليار سنة. زمان محمد ما بتوقف، زمان جبريل بتوقف فعلا. يعني الشغلة هذه بتفتن المخ معناها. مسألة مستاهل. أنت طبعا الإنسان البسيط اللي مش دارس علم وكذا يقول لك هي عملية سهلة، هي الكون وجبريل بيطلع وبينزل، مش فاهم حاجة. هو الفكر بطريقة علمية يقول لك لا يا حبيبي، هذا ما بيتحرك آنيا، جبريل بيتحرك بسرعة الضوء، وهذا بده منه 20 مليار سنة لما يصعد، و20 مليار هذا حد أدنى. لما ينزل بكون مر على الأرض 40 مليار سنة. وين محمد وين الوحي وين الكلام هذا؟ أنتوا تفكروا السماء والأرض حسب التصور البسيط الطفول النبوة هذا والأديان عندكم كأنه 100 كيلو ولا 20 كيلو متر وطالع نازل وسهل. العملية مستحيل علميا. تخبط راسك أنت فعلا. أول مرة أنا السؤال هذا أسمعه، هذه قضية بتحير. طبعا هذا على أساس اعتراض علمي. ولذلك اقتراحي أنا بفضل الله، هذا اجتهاد الشخصي، أنا قلت لا، علينا نعرج على على السيولوجي، هذا على علم البسي. كيف إيش علاقة الساي بالنبوة؟ كيف يمكن نفسر ظاهرة جبريل وكذا بالظاهرة؟ ما قلنا سهلة جدا. إذن جبريل مش شرط بالمرة يا أخواني يخضع لمبدأ المحلية، تمام؟ مش لازم. لو تعاملت معاه مثل أي شيء مادي كالذي يسخر منه في رأي راسل،
حتقع في ديليمات ومفارقات كبيرة. لو تعاملت معاه من خلال بعض مبادئ الكم ومن خلال علم الساي هذا والسيولوجي، حتقول لا، جبريل عادي ممكن يروح ويجي في لا زمان، وما تقول لي 15 مليار و20 مليار، ما في منه. هذا كله بحسب الساي لا يشتغل، صح ولا لا؟ لا يشتغل، ما في. ومن هنا يكتب العالم الذي أخذ نوبل مرتين في الفيزيولوجي والطب، أليكسيس كاريل، طبعا العرب بيعرفوه مليح من 60 سنة، ترجم كتابه الأعظم، له أحسن كتاب اسمه الإنسان ذلك المجهول، مان ذا أنون، الإنسان ذلك المجهول، مترجم من 60 سنة عند العرب، كتاب ممتاز، ماهر فريد شفيق ترجمه. إيش يقول؟ يقول إن فرضية أو إن عفوا اعتقاد انحصار الإنسان في الزمان والمكان ليست أكثر من مجرد فرضية. قال هذه فرضية، الإنسان مش زي هيك، الإنسان فيه أشياء، مش هنقول فيه مكونات، فيه جواهر، فيه أشياء، فيه شيء معين، حتى معنى معين يتعالى على الزمان والمكان، لا يخضع لقيود الزمان والمكان. تعرفون القصة المشهورة أيها الإخوان، صدقت أم لم تصدق؟ الآية موجودة متواترة بفضل الله، والمعنى لائح وواضح. حين سألوا النبي عن 3 مسائل فقال لهم غدا أخبركم، فراث عليه الوحي، واختلف في مدة تخلف الوحي أو تأخر الوحي، وأنزل الله تبارك وتعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، في سورة الكهف. تمام؟ هذه الآية وهذه الحادثة ومثل هذه الآية عشرات الآيات، كل الآيات التي تؤكد أن النبي مجرد بشر يوحى إليه، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. تمام. كل هذه الآيات تؤكد معنى أيها الإخوة، كم هو واضح، كم هو مهم وعميق جدا، أن النبوة ليست استيحاء بل هي وحي. فرق كبير بين استيحاء وبين وحي. ولذلك انتبهوا الآن تماما. لو كانت النبوة استيحاء يمكن حتى أن يطلب إخضاع هذه الظاهرة. طبعا هو الحين ما فيش نبي، وبين قوسين كمان بيهمني أحكي الكلام هذا، كثير مهم جدا إنه ما فيش نبي لكي نجيب للأسف عن شبابنا أيضا. أنا كم يتصلون بي يسألون هذا السؤال وأنا أستغرب يا إخواني. يجب أن يكون لدينا شوية عقلية تركيبية وتفكر وتربط الأشياء ببعضها يا أخي. يقول لك النبوة قوة خيال مثل ما قال باروخ سبينوزا، محمد عبده حتى للأسف الشديد، والقوة سير سيد أحمد خان في الهند، والنبوة يا رجل يا أخي الله يخليك. النبوة اصطفاء إلهي وهي وحي وليست استيحاء، بمعنى في الأخير جوهر النبوة هو اصطفائي وهبي وليس كسبيا. ما يقدر واحد يخلي حاله نبي، يستحيل. إذا الغيب ما اختاروش ليكون نبيا والله ما هو صاير. عندنا برهان احنا المسلمين بفضل الله من أجمل ما يكون ومن أقوى ما يكون. أين نحن منه؟ لما الله قال ولكن رسول وخاتم النبيين، الله قال سكرنا الباب هذا، احنا سكرنا، مش حنبعث بعد اليوم نبي. قل لي بالله عليك 1435 سنة الآن أجى نبي بعد محمد وقدر يثبت جاء متنبئون كذبا؟ مسخرة، أصبحوا مسخرة للزمان وللناس. طبعا اعتراض مسيلمة وأمثال مسيلمة كلام فارغ. بدي نبي، أنا نبي مثل موسى عيسى محمد هيك يصير الرابع تبعهم، ما فيه ولا يمكن، ما حصلش. وهذا بأكد لك أن النبوة في الأخير وهبية مش كسبية. وجوهر النبوة كما قلت لكم ليس استيحائيا بل وحياني، هو وحياني، جوهر وحياني يوحى إليه. وانتبهوا، وفي ليس متماثلين، فرق كبير جدا بينهما. النبي حين يستوحي قد يوحى إليه وقد لا يوحى إليه، صح؟ تماما. ممكن يدعو يستجاب لي، ممكن لا يستجاب لي، ولا مش صحيح؟ في أشياء طلبها الله قال ما أعطيك إياها، ما نعطيك إياها. قال فمنعنيها، يمنع الله، قال له ما بدي. في مقترحات، النبي فهم المنطق هذا النبوة، عرفوا مليح من أول أيامه في مكة، اعمل هيك أو هيك أو هيك أو هيك أو هيك. قل سبحان، قال الله قال له قل تعلم، احنا نعلمك قوانين النبوة. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. ميزتي في هذه الرسالة الوحيانية في الوحي. وإيش هي جوهر الرسالة هذه؟ إن هي وحي مش استيحاء. مش أنت اللي بتطلبه بصير، لكن اللي إحنا بنفرضه عليك، اللي بعث لك إياه أنت ما تقدرش ما تتلقاه، حتتلقاه رغما عنك. فالنبي لا يستطيع أن لا يتلقى لا يستطيع أن لا يتلقى وحي السماء، ما فيش. لما يأتي الوحي بده يتلقاه، ما في كلام رغما عنه. لذلك بكون على ناقة تبرك فيه الناقة، بكون قاعد تثقل
عليه المسألة جدا، ويشعر الآخرون بأنه ثقل عليه، ويصير في حالة غريبة عجيبة ما يقدرش. لكن لما يستوحي أي ممكن يستجاب له، ممكن لا يستجاب له. واضح؟ هذه مسألة مهمة جدا عشان نقدر كيف نعرف معايير اختبار. احنا لسه لحدنا في البدايات، هذه بدايات الموضوع. كيف بدنا ندرس الموضوع علميا بطريقة علمية دقيقة يا إخواني. هذه بدايات الموضوع. التمييز بين النبوة كوحي والنبوة كاستيحاء مهم جدا لاختبار صدقية النبوة.